أول عدد من حصة الحدث الرياضي. سنعالج اليوم موضوع الحدث هذا الأسبوع، المنتخب الوطني ومباراته المقبلة يوم الأحد المقبل ضد منتخب ليبيا في مباراة فاصلة ضمن تصفيات المؤهلة إلى الألعاب إلى كأس إفريقيا 2013 بجنوب إفريقيا مطلع العام المقبل بإذن الله. قبل ذلك دعوني نرحب باسمكم جميعا بضيفي في هذه الحصة سيد يونس افتيسان، المدرب الوطني والناقد الرياضي المعروف. مرحبا بكم بك سيد يونس. مساء الخير إخواني الرياضيين، مساء الخير. مرحبا بك، اعتدى عليك المشاهدين طبعا. حقيقة. أهلا وسهلا. قبل أن نبدأ موضوعنا في هذا العدد الأول، دعونا نتابع هذا التقرير ونعود بعد ذلك. ابقوا معنا. سيكون المنتخب الجزائري لكرة القدم الأحد المقبل على موعد مع لقاء هام، حين يلتقي منتخب ليبيا في لقاء فاصل مؤهل إلى نهائيات كأس إفريقيا، والتي ستجرى دورتها 29 مطلع العام المقبل في جنوب إفريقيا. وسيلعب الخضر الذين تجاوزوا منتخب غامبيا في الدور التمهيدي الثاني اللقاء الفاصل أمام منتخب سجل في السنتين الأخيرتين قفزة نوعية في نتائجه جعلته يحتل حاليا المركز 36 في ترتيب المنتخبات العالمية، ولا يوجد أفضل منها حاليا سوى 3 منتخبات هي كوديفوار، الجزائر وغانا. ويضع المتتبعون الجزائر كمرشحة أولى للتأهل بالنظر إلى توفر معطيات لصالح أشبال المدرب حليلوزيتش، لعل أبرزها اللعب في بلد محايد بالدار البيضاء المغربية، ما ينقص من ضغط الجماهير التي سيقتصر حضورها على الوافدين القلة من البلدين، فضلا على الجماهير المغربية التي يجهل تشجيعها لأي منتخب، إضافة إلى الفارق الواضح في هوية واستعدادات اللاعبين. أين تتكون التركيبة الجزائرية من أسماء تنشط أغلبها في النوادي الأوروبية، في وقت يعاني منتخب ليبيا من نقص واضح في الاستعداد. Je pense qu'on va faire, j'espère déjà qu'on va faire un résultat. Le match, احنا سمعت بزاف ويتسعنا باسكو ما نلعبوش في ليبيا، لا بروف رحنا في البوركينا مع المالي وما ربحناش ماتش، يبقى ماتش ça va être un derby maghrébin, match très difficile. Mais alhamdoulilah, pour moi le plus important c'est qu'on recevait le retour في الجزائر. غير أن الطرف الليبي يرفض دخول المعركة منهزما، ويعول على أن يكون حصانا أسودا في معادلة التأهل التي ستكون تواصلا لسلسلة نتائجه الإيجابية المحققة في الفترة الأخيرة. والله حضروا تحضير ممتاز، لعبوا قدام السودان وغدوة يلعبوا قدام نادي حمام لانف، يعني كانت نتائج إيجابية والرياضي كلهم مستعدين للمباراة. هي إن شاء الله تقام يوم 9/9 في المغرب. ولأن التوقعات ليس لها مكانا مستقرا في كرة القدم والتي لا تعتمد إلا على المنتخب الأفضل، فإن كلمة الفصل ستكون محددة بعد أيام من الآن على ملعب محمد الخامس. مرحبا بكم من جديد. مثلما كان شاهدنا في هذا التقرير، تحضيرات المنتخب الجزائري والمنتخب الليبي لهذا الموعد الهام، هام جدا طبعا للمنتخبين، للمرور إلى كأس إفريقيا 2013. المباراة الفاصلة السيد يونس نتفق على أنها مباراة مغاربية خاصة، مباراة فاصلة للتأهل إلى كأس إفريقيا 2013. نظن مباراة مهمة، ونعرفوا باللي حتى في الجانب البسيكولوجي مباراة اللي عندها طبع خاص بين زوج دول، المنتخب الجزائري والمنتخب الليبي. مباراة اللي مانيش راح تلعب في ليبيا، راح تلعب خارج ليبيا، شيء إيجابي. نقول حتى التحضير البسيكولوجي راه من جهة المنتخب الجزائري. قبل ذلك ما تشوفش انه حتى القرعه ما كانتش رحيمه للمنتخبين، لانه منتخب عربي سيغادر تصفيات، لن يكون حاضرا بكاس افريقيا بجنوب افريقيا. قوانين اللعبه هذه هي اليوم. زوج فرق اللي نتكلموا على الجزائر، الخبره والتجربه. حقيقه السنه الماضيه وين في كاس افريقيا ما شاركناش في 2012. المنتخب الليبي كانت عنده الفرصه شارك، من جهة التجربة المنتخب الجزائري اللي عنده تجربة أكثر وخبرة أكثر في كأس أفريقيا. في رأيك سيد يونس افتيسان، هل تغيرت المعطيات يعني حاليا؟ هل تغيرت؟ أصبحنا الآن الجزائر ما تأهلتش في الدورة السابقة، ليبيا تأهلت، هل تغيرت المعطيات في إفريقيا يعني الآن؟ لا، حتى المستوى
ارتفع في افريقيا. شوفوا باللي حتى الكره الافريقيه راهي في مستوى عالي، حتى عده لاعبين في افريقيا اللي راهم يلعبوا في فرق كبار في اوروبا. انا تشوف باللي ما بقاش منتخب ام فرق صغيره. ندخلوا في الجانب الجزائري. الجزائر ترتيبه بشريه اغلبها محترفين ضد منتخب ليبي. هل ترى أنه المنتخب الجزائري قادر على الفوز وتحقيق ممكن تحقيق الفوز في المباراة الأولى في المغرب؟ والله نقول نظن الهدف الأساسي هو العودة بالنتيجة إيجابية هي اللي تسمح لك، خاصة كما بديت في البداية وقلت لك بلي المباراة ما راح تتلعب خارج ليبيا. حتى نقول أنا اللاعبين الطاقم الفني التحضير لما تحضر منتخب اللي يلعب خارج البلاد، اللاعب يكون مرتاح، الطاقم الفني مرتاح، وكلنا نعرفوا باللي راح نلعبوا في المغرب وفي ملعب اللي يسمح لنا باش نولوا بنتيجة إيجابية. ممكن نقاطعك ونقول لك انه ممكن تلعب خارج بلدك، ولكن الجزائر لعبت ضد مالي في بلد محايد وما فزناش في تصفيات كاس العالم. لا ديجا في البدايه لما المنتخب سمع وعرف بلي ما راحش يحضر المقابله، ما راحش يلعب في ليبيا. حتى التحضير لما نعرفه لما تمشي تلعب في بلد اللي راح تقابله، التحضير ما راحش يكون سهل. تقصد التحضير النفسي ولا؟ التحضير النفسي. نعرفوا باللي المباراة تلعب في ليبيا، نعرفوا باللي 48 ساعة أننا رايحين نقلوا إلى الملعب إلى ليبيا. حتى المحيط، الجمهور، الضغط على الجمهور، الضغط على المسؤولين، حتى في هذا الجانب هذا نقول المنتخب الجزائري راه مرتاح. لا حبيت نوصل سيكولوجيكيا اللاعب يكون مرتاح على بالو بلي ما راحش يكون عنده ضغط خاصة قبل المقابلة. لا حبيت نوصل لك الفكرة، هو أنه المعطيات تاع تلعب خارج بلدك في مباراة مهمة لن تكون في صالحك دائما، لأنه عندنا تجربة في تصفيات كأس العالم لعبنا ضد مالي وانهزمنا يعني. لا هذا يبقى تحضير بسيكولوجي، يبقى تحضير الطاقم الفني. حتى اللاعبين اليوم لاعبين عندهم خبره وعندهم تجربه، لاعبين اللي لعبوا في فرق كبار في اوروبا، ولكن بنفس التركيبه وخسرنا ضد ليبيا. هل يزيد اخطاء في ضد مالي؟ لا انا نقول نظن بلي مباراه كما هذه اللي راح تسمح لنا باش نتاهلوا المعطيات تختلف. هذه مباراه اللي تسمح لنا باش نمشيو نقولوا احنا التاهل للكاس افريقيا. المنتخب الجزائري حاليا في تربص ممكن في اقل من اسبوع. هل في رايك انه فتره اسبوع كافيه لتحضير منتخب وطني لمباراه فاصله؟ يعني مش فاصله لانه عندنا مباراه الذهاب بعدين بعد في شهر اكتوبر تكون مباراه الاياب. هي الاحسن كان يكون وقت اكثر، خاصه لما نعرفوا باللي كاين لاعبين اللي ما راهمش في الانديه، الوقت مسموح. التحضير لما تعرف بلي لاعبين اللي ما عندهمش فرق، ونعرفوا بلي البدايه هي اللي تسمح للاعب يكون في المستوى. نظن 7 أيام غير كافيه باش تحضر منتخب باش خاصه المباراه هذه مباراه النهائيه. انا نقول مباراة يعني أهمية، عندها أهمية كبيرة. أهمية لأنه تكون أو لا تكون، لأنك إذا تنهزم أو تتعادل عندك مباراة ثانية حتكون فاصلة، لأنه مهم جدا أن تحقق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب. هذا هو الهدف. لما تكلمنا عن المباراة اللي راح يلعبوها في ليبيا، حتى الهدف الأساسي هي العودة بنتيجة إيجابية. أنا نقول الفوز، التعادل هو اللي يسمح لنا باش حتى في الجانب البسيكولوجي. الطاقم الفني يروح طون كونكورون قال أنا نمشي للمغرب باش كما نقولوا احنا ندخل باش نجيب النتيجة. ما كاش حاجة أخرى من غير نتيجة إيجابية. عندك الملعب حيادي، البلد حيادي، الجمهور ما حيكون عندك ضغط.
هل كل الظروف تصب في صالحك؟ حقيقة كل الظروف راهي في صالح المنتخب الوطني. حتى اللاعبين، لو سمحت، اللاعبين تاع المنتخب الليبي ما مش لاعبين معروفين، يعني عندهم الخبرة، ما يشطوش في أندية أوروبية محترفة كبيرة، صح؟ مي نقول لاعبين تاع المنتخب الليبي راح تكون عندهم إرادة قوية لما يقابل المنتخب الجزائري. المعذرة، قبل ما نتحدثوا على الإرادة والارتباط، يعني ما حدث في الأزمة الداخلية تاع ليبيا، نقول ممكن الجانب الليبي يقول لك أنه اختيار المغرب كان ممكن قصد. لماذا؟ كان يمكن قصد لأنه التأثر من خسارة الجزائر بخسارة ضد المغرب برباعية بمراكش ممكن تكون عندها تأثير نفسي على الجانب الجزائري في رأيك؟ والله هي كما نقولوا احنا سي لا غاردينار. كل منتخب يحوس كيفاش يخرج بنتيجه ايجابيه. اختيار المغرب، الانهزام الاخير مع المنتخب المغربي اللي انهزمنا ب4، وهما في حتى في المسؤولين تاع الفيدراليه الليبيه يمشيوا في هذا الجانب هذا، وين يقول باللي حتى الجماهير المغربيه راح تساند المنتخب الليبي في هذا الاتجاه. يعني الاتجاه حتى المسؤولين الليبيا خموا للملعب. قبل اختيار المغرب كان هناك احاديث يعني عن اختيار مصر وقصديا يعني، واختيار تونس، لانه اختيار تونس كان يراد منه انه حضور الجماهير الليبيه بعد ما ثم كان حديث عن اختيار مصر، وان كان من المستحيلات ان تلعب في مصر لانه بسبب كانت الازمه المصريه. ما تشوفش انه حتى هذا كان تاثير نفسي قبل المباراه؟ هذه تاثير نفسي لا غاردينار. كنا تكلمنا باللي حتى المسؤولين تاع الفيدراليه الليبيه مشاو لمصر، يعرفوا بلي كاين حساسيه كرويه طبعا سابقه بين الجماهير الجزائريه والجماهير المصريه. يقول احنا نمشيو لمصر، كل الجماهير راح تساند المنتخب الليبي في هذا الجانب، في هذه الجهه اللي يفكروا مصر المغرب. الان كل الاوراق مكشوفه، كل منتخب يجري تربصه. الى الجانب الجزائري عندنا الان مشكله حراسه. لو نبداو مشكله حراسه، مبولحي في بطاله بدون فريق، المنافسه الجزائريه مازال ما بداتش، عندنا ممكن حراس في نوادي هنا محليه، ممكن دوخه ناقص منافسه لانه دخل في فريقه متاخر. هل عندنا ازمه حراسه فعلا في المنتخب الجزائري في رايك؟ والله انا نظن حتى الناخب في هذا الجانب البطولة الجزائرية مازال ما انطلقتش. حتى البداية نقول الفرق الجزائرية كاين بعض من اللاعبين اللي ما بداوش التحضير مع الفرق تاعهم. نظن باللي الناخب يخمم في الجانب كما نتكلموا في الجانب تاع الخبرة وفي الجانب تاع التجربة بولحي. عنده مشكل تاع الحراس حقيقة. مبولحي اليوم راه بدون فريق. الخبرة ديالو والتجربة اللي جاب في المباراة الأخيرة، أنا نظن باللي حتى الناخب ما راحش يغير. الحارس بدون منافسة لن يتأثر في مباراة مثل هذه؟ لا، اليوم حتى ولا نتكلموا عن المنافسة. كاين ثلاث الحراس والرابع هو مبولحي. يا هل ترى هاد الحراس الجزائري اللي راهم اليوم في المنتخب، يا هل ترى بداوا المنافسة؟ هي لا، كل اللاعبين كل الفرق مازال ما بداوش. داير منافسات التحضير تاع بداية السنة، ونعرفوا كيفاش الفرق يحضروا الفرق تاعهم ويحضروا اللاعبين. هذه مباراة مصيرية. انت مع اقحام بولحي يعني اساسي؟ انا نظن بلي حتى الناخب ما راحش يغير الحارس المرمى لسبب يقول انا اليوم بولحي ما عندوش فريق. لاعب اللي محترف، اللي عنده خبره وعنده تجربه، يكون حضر روحه. حقيقه اليوم راه بدون فريق، مي لاعب مسؤول، لاعب اللي عنده غيره على الوطن، ما عندوش الفريق، يمشي يتدرب مع فرق اخرى باش يكون في المستوى. محافظه من مشكله حراس. عندنا مشكله محور الدفاع، بوقرة غايب للاصابه، عندك بوزيد ايضا في بطاله بدون فريق،
عندك الوحيد ممكن المتوفر في المحور، عندك كارمجاني اللي يقدم مستوى عالي يعني مع اجاكسيو، عندك ممكن بدائل في بالكلام لاعب شيبة القبائل. والله اليوم تكلمت على اللاعب الشاب بن كلام اللي نقول اللي عنده مصير تاعو لاعب اللي يقدر يكون في المنتخب. لو كنت في مكان حيجوج حتغامر بالكلام يعني في مركز اساسي؟ انا نظن باللي بن كلام مازال عنده الوقت حقيقه. لاعب شاب مباراة كما هذه نتطلب اكثر الخبره والتجربه. كنا تكلمنا على مبولحي اليوم، حتى اللاعب بوقره راه مصاب، نغيروا بوقره نغيروا مبولحي ونغيروا مجاني صح في مباراه كما هذه. نعرفوا بلي محور الدفاع مور الدفاع كاين حارس. يا هل ترى هل الناخب راح ياخذ المسؤوليه ويغير 3 لاعبين ام 4 لاعبين في مباراه كما مغامره؟ عندك عوده حليش الى المنافسه الى المنتخب الوطني عفوا بعد تغييره لفريقه راح الاكاديميكيا في البرتغال. كيف تشوف عوده حليش الى المنتخب؟ هل كان هو عوده نفسيه لتحضيره ممكن مستقبلا؟ كيف تشوف بعد غياب طويل لسنتين لعب 16 دقيقه فقط مع فولهام؟ والله حتى لازم نتكلموا على لافايد اللي مشكور اللاعب حليش اللي لاعب حليش اللي يمد للمنتخب الوطني، لاعب شاب اللي عنده غيره على المنتخب، وخرج من المدرسه الجزائريه صح. مدرسه حسين داي صح. لاعب اللي هذا ما نسمحوش فيه، وهذه فرصه اللي عاود الناخب عاود عيط الحليش باش يعاود يديروا كما نقولوا حنا سو لا بون فوا، باش استدعاء نفسي اكثر منه شيء اخر. حتى المنتخب راح يستفيد سي ابتسام، ما تشوفش معذره قاطعتك، ما تشوفش انه حليش ممكن اخطا في عدم تغيير الفريق؟ لانه لما نلعب مع فريق كبير في انجلترا مع فولهام ولكن بدون منافسه لعامين في 16 دقيقه، ما تشوفش انه اخطا؟ لا انا نظن هذا هو الاخطاء تاع الحليش. كان في المستوى في البرتغال صح، كان لاعب اساسي، كنا شفناه في عده مباريات اللي كان في المستوى، اللي كان في المحور الدفاع كان نحسوا باللي عندنا دفاع قوي بين بوقره وعنتر يحيى. لما حليش غير الفريق تاعو صاب مشكل. نعرفوا باللي لما تمشي انجلترا لازم تكون قوي بدنيا، وحتى نعرفوا باللي حليش كان ناقص في الجانب البدني، والكره في انجلترا تتطلب جهد بدني كبير، جهد بدني عالي. اين المشكل يعني اللاعبين الجزائريين ولا لاعب ممكن يصيب في فريق تلقاه في فريق كبير؟ عندك ما عدا فغولي في فالنسيا، بودبوز يعجز عن ايجاد مكانه في فالنسيا بدون الحديث عن تفاصيل عدم تنقله، ولا لاعب جزائري يتمكن من اللعب في فريق كبير. حتى مصباح يعني طولب بالرحيل وبقى في ميلان مضطرا ممكن. المشكل في ذلك في رايك؟ لا المشكل هي اليوم الفرق في اوروبا تطلب الجهد البدني، تطلب الجهد النفسي التقني. اللاعب لازم يكون جاهز 100%. هل مستوى اللاعب الجزائري لا يؤهله في اللعب في اي فريق في اوروبا؟ في اوروبا صعيب للاعبين الجزائريين باش يكونوا في فرق كبار في اوروبا. لازم نتكلموا كلام صريح، ما نغلطوش الجمهور الجزائري صح. حتى اللاعبين اللي راهم اليوم في المنتخب انا نقول باللي ما كاش منه اللي ينجم يكون في فريق كبير في اوروبا. كنا تكلمنا على اللاعب مصباح اللي لاعب اللي عنده امكانيات لاباس بها، مي صاب صعوبات باش يكون اساسي في الفريق من اساسي. ما هي مفاتيح اللعب للمنتخب الجزائري للفوز على المنتخب الليبي في المغرب؟ ما هي مفاتيح اللعب؟ والله مفاتيح هي نظن باللي الصبر في اللعب، اللي نعرفوا باللي حتى المنتخب الليبي راح يدخل بقوه، يحوس يدير الضغط على المنتخب الوطني. احنا المفاتيح هي الصبر في اللعب، نغلقوا نعرفوا في الوقت اللي لازم ندافعوا والوقت اللي لازم نهاجموا. ما نجموش نبقاو في الدفاع، ننتظروا ونخلوا الخصم يجي
نستناو الخاص باش نخرجوا كما نقولوا بهجومات المعاكسه. صح، موافق على منهجيه حليوزيتش في تغيير الفكره. ممكن مع سعدان كنا نلعب الدفاع، مع حليوزيتش ممكن نلعب الهجوم. موافق على هذه الفكره؟ لا انا ما نشاطرش، سامحني. مع سعدان كنا الناس بزاف كانت تتكلم عن الدفاع، ما كانوش يسجلوا علينا اهداف كبيره. كنا حقيقه نجيبوا نتيجه قليله. اليوم طريقه اللعب تغيرت، كنا نلعبوا ب5-3-2 ونلعبوا ب5-4-1. اليوم رانا نلعبوا 4-4-2 ونلعبوا 4-3-3. ممكن الظروف خدمت حليلوزيتش، يعني الظروف والامكانات. لا الامكانيات راهي، حتى الظروف اليوم راهي تغيرت كليا. قبل ذلك خلينا نمر الى تقرير ثاني عن المنتخب الليبي، بعد ذلك نعود. ابقوا معنا مشاهدينا. شهد المنتخب الليبي تطورا لافتا في الأشهر الأخيرة عكسه تأهله بجدارة إلى نهائيات كأس إفريقيا 2012 الأخيرة، والتي جرت وقائعها بغينيا الاستوائية والجابون، حيث حقق نتائجا جيدة بالرغم من أنه استقبل منافسيه خارج الديار بسبب الأزمة الداخلية التي حدثت بليبيا. نحن الدولة الليبية والدولة الجزائرية أخوة، يعني ينظروا للعلاقات الممتازة بين الشعبين عربيين، ما ينظروش لشخص واحد، ينظروا لمصلحة البلاد، ينظروا لمصلحة الشخص، يعني الإنسان الليبي والإنسان الجزائري. نحن بنلعبوا مباراة داخل المستطيل الأخضر، ما لناش علاقة أي حاجة بالسياسة. ولعل ما يعكس تطور منتخب ليبيا فوزه ب2-1 في الدور الأول لكان 2012 على السنغال، والذي كان أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب، وهو الفوز الذي لم يكن كافيا لتحقيق التأهل إلى ربع النهائي بعد توديع البطولة ب4 نقاط بعد هزيمة أمام حاملة اللقب زامبيا وتعادل أمام غينيا الاستوائية ب2 لمثلهما. وجاء فوز ليبيا في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2014 أمام الكاميرون ب1 دون رد، ليؤكد علو كعبه وتطور مستواه ليكون منافسا قويا يهدد الجزائر. يعني ما كنتش نتمنى للأمانة بصدق، ما كنتش نتمنى أي فريق عربي، وخاصة الفريق الجزائري. إن الفريق الجزائري بحكم أنه هو لم يترشح للبطولة الماضية، معناها هذا حيسبب جانب ضغط علينا احنا وعلى الفريق الجزائري. دائما تركيزنا احنا على الكرة، والمجموعة الجديدة هذه اللي في الفريق الوطني الليبي أنا نقول لك مجموعة طيبة، معناها لاعبين يملكوا الإرادة والشجاعة أنهم يركزوا في الكرة. تطور المنتخب الليبي لم يسمح له بالبقاء في وتيرة الاستقرار التي كان ينشدها بعد أن تسببت الثورة في عرقلة تدريبات أشبال أربيش، حين اقتحمت ميليشيات تدريبات المنتخب طالبة إقصاء عدد من الأسماء الكبيرة لمساندتها سابقا معمر القذافي، وهو ما تم فعلا. المنتخب الليبي هرب من طرابلس فاختار تونس، أين قام بتربص الاستعداد بعين الدراهم، بدأه بلقاء ودي ضد منتخب السودان تفنن فيه ب3 أهداف اعتبرها البعض رسالة واضحة لمنتخب الجزائر. سيد يونس فتيسان، تقرير ليبيا في تربص في عين دراهم أول، تربص ثاني بالمغرب في فترة طويلة، تحضير بشكل ممكن جيد للمنتخب الجزائري. والله حتى الناخب الليبي اللي هو الجنسية ليبية، التحضير الأول بداه في تونس، التحضير الثاني راح يديروا في المغرب. يعرف باللي في مباراة كما هذه يحوس يغير الأماكن. مشى لتونس، عنده جانب بدني، عنده جانب تقني، يمشي للمغرب باش كما نقولوا احنا يدخل لاعبين في المنافسه في المباراه. على ذلك دخل اللاعبين في تربص تونس في عين دراهم، ملعب بدون 6 لاعبين محترفين، وان كان الاحتراف تاعهم عنده لاعبين ما عدا لاعب واحد في اسر فقط. اللاعبين الاخرين يشوطون في بطولات تونسيه وبطوله المصريه. ما تشوفش انه تربص في تونس بمنتخب بدون لاعبين محترفين راح يكون عنده تاثير في مباراه الجزائر وهي مصيريه؟ التاثير راح يكون لما نعرفوا باللي لما تدير تمشي تحضير المباراه كما هذه تمشي ب6 ولا 7 لاعبين ناقصين، حتى التغيير مع اللاعبين، اللاعب اللي يشوف باللي
اكثر من 6 لاعبين ما ياخذش التحضير هذاك كما نقولوا احنا بالجديه، راح يكون تحضير ثاني. وحتى اللاعبين المحترفين اللي راهم يحضروا في نفوسهم في كاين بعض منهم اللي راهم في تونس، البطوله في البطوله التونسيه مازال ما انطلقتش، على بالهم بلي كاين تحضير ثاني. البطوله التونسيه لانه انطلقت في الجوله 26 المعذره. كاين بعض منهم اللي راهم في المنافسه. صح. لما التحضير الثاني هو اللي راح يكون في المغرب. انا نقول باش نظن باش الناخب خدا قرار باش يدير تربص ثاني، حتى شاف بلي اللاعبين 6 لاعبين ام 7 لاعبين اللي ما شاركوش في التربص المنتخب الليبي تغير، ما بقاش المنتخب الليبي اللي كنا نسمعوا به ما يتاهلش للدورات الافريقيه. الان المنتخب الليبي يفوز على المنتخب الكاميروني، يدير دوره افريقيه عاليه المستوى، فيه تغيير. لا كنا تكلمنا في البدايه وقلنا باللي الكره في افريقيا في المغرب ما في نقول راهي بجديه. كانت عندي فرصه وين لعبت مع عده فرق في ليبيا، المستوى ارتفع المستوى ارتفع. وحتى المشاركه للمنتخب الليبي اللي يشارك في كاس افريقيا 2012 تمدلوا الشهيه. الأزمة الداخلية الليبية يعني الأزمة الداخلية الليبية كانت عندها تأثير إيجابي وسلبي. إيجابي ممكن المنتخب المدرب واللاعبين يقول لك أنه تحفزنا، ما عندنا حتى شيء سوى التحفيز النفسي القوي، لأنه والتحضير السلبي ميليشيات تدخل للملعب تأثر عليها. في رأيك كيف سيكون التعامل مع الجزائر في المدرب يعني مع لاعبيه بعد ذلك في مباراة الجزائر؟ لا هو كاين عامل بسيكولوجي وين التحفيز النفسي كاين. حتى اللاعبين لما اليوم يشوفوا باللي البطوله في ليبيا انطلقت، كاين بعض من اللاعبين اللي راهم يلعبوا في خارج ليبيا. هذه مباراه اللي لما بعد ما فازوا على الكاميرون فريق كبير طبعا، فريق عريق. هذه تسمح لهم باش تكون عندهم التحضير هذا، راح يسمح لهم ويخموا في التأهل في المباراة هذه، خاصة يعرفوا باللي هذه المباراة هذه راح تسمح لهم باش يتأهلوا لكأس افريقيا. هي لن تكون فاصلة ولكن ستكون مهمة على اعتبار أن مباراة الإياب ستكون في الجزائر. هي مباراة ذهاب، مباراة نقول مصيرية. حتى الناخب الليبي والناخب الجزائري فايد رايحين يتكلموا في هذا الجانب هذا. مباراة اللي تلعب في المغرب مباراة أنا نقول، وكنت تكلمنا في البداية قلنا كل اللاعبين سواء جزائريين سواء ليبيين يتمناوا يمشيوا لكاس افريقيا 2013، وهذه هي المباراة اللي تسمح لهم باش. لو كنت في مكان حليزيتش ما هي طريقة اللعب اللي حتكون امامك يعني اللي تلعب بها في ليبيا؟ والله بكل تواضع نمشي باش نولي بنتيجة ايجابية، نهاجم 100%. لما تكون عندي الكرة نمشي للهجوم، نخمم باش يكون ندير لاعبين طبعا لانك راح تلعب بدون ضغط، لانه بدون ضغط. كنا تكلمنا بدون ضغط، ما كاش ضغط في الضغط الجمهور. نلعب في ملعب كبير محايد، جماهير الرجاء معاك لانه دربت هناك حليوزيج درب في المغرب. الظروف كلها مواتيه لحليوزيج خدمت له؟ والله انا نقول الظروف راهي من جهه الجزائر. مباراه كما هذه ما تسمحناش باش ما نولوش بنتيجه ايجابيه. ان شاء الله ذلك ما نتمناه ويتمناه الجمهور الكريم. شكرا. سيد يونس افتيسان، نشكر لك جزيل الشكر على حضورك معنا، نتمنى لك حظ الموفقه ان شاء الله. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، نشكر لكم طيب المتابعه، نلتقي في عدد اخر باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله.